عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب. سيد عبد النبي، هل هذا مجرد اقتراح نسمعه أم هناك شيء ما عمليا ربما يعد له في أوساط صنع القرار في القاهرة؟ لا، هو بالتأكيد هو مجرد كلام، وكلام غير واقعي كمان وغير عملي. يعني أي حد يفهم في الاتفاقات الاقتصادية يعلم أن مصر موقعة على اتفاقات لمنع الازدواج الضريبي ما بين غالبية دول العالم، كما أن مثل هذه الضرائب سبق وأن حكم القضاء المصري بعدم مشروعيتها، بل وتم رد جزء كبير جدا منها. وأنا أعتقد أن العاملين في الخارج أو حتى أجهزة الحكومة عليها أن تجد صيغ أفضل لدعم الاقتصاد المصري، يعني منها على الأقل في الداخل الحكومة المصرية مطالبة بأن تحاول رفع كفاءة أجهزة التحصيل الضريبي في الداخل حتى تحصل على متخذراتها الضريبية عند الشركات والأفراد العاملين في مصر. أما بالحديث عن العاملين في الخارج فأنا أعتقد أن هنالك الكثير من الصيغ التي ممكن أن تكون مفيدة أكثر، منها على سبيل المثال العمل على تحفيز المصريين الموجودين في الخارج لتحويل جزء من مدخراتهم لزيادة توفير النقد الأجنبي في مصر. وأنا شخصيا كنت قلت إن لو قدرنا نقنع المصريين بأن واحد، يعني كل واحد يحول باختيار وليس بفرض أو بإجبار ما يقرب من $2000 سنويا، فاحنا ولكن هل البيئة الموجودة تشجع على ذلك الآن؟ هنا الكلام، احنا بنقول مطلوب ان احنا نحفز ونرغب وليس بالإجبار. إذا المصريين يريدون أن يروا مصر في أفضل صورة، يريدوا لأبنائهم أن يعودوا إلى هذا الوطن. ما الذي يمكن أن يحفزهم على فعل أمر كهذا تحويل؟ يعني في أمور كثيرة جدا، أن يتأكدوا أن هذا الوطن ذاهب إلى طريق أفضل، يبني حياة أفضل يستطيع كل مواطن أن يحصل فيه على حقوقه. وأنا أعتقد أننا يعني الجميع يعلم أن المناخ الديمقراطي هو البيئة المناسبة من أجل إنبات كافة أشكال الاستثمار سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى المحلي. أضف إلى ذلك أن جذب الاستثمار المصري أو تشجيع بعض المصريين على تحويل استثماراتهم إلى مصر ده يعني نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات مصرية عظيمة أثبتت كفاءات في الخارج. أما الحديث عن فرض ضرائب أو إجبار مصري خرج من مصر باحثا عن لقمة عيش لم يجدها في مصر من أن تجبره من أن يحول بالإجبار أو تفرض عليه ضرائب، هذا سوف يكون معوقا وليس حافزا ولا مساعدا. بغض النظر عن أن يعني أمر أنه يفرض الأمر قد يكون غير مقبول، ولكن هل هو غير قابل للتطبيق عمليا بسبب مخالفته للقوانين المصرية والدستور المصري، أم بسبب توقيع اتفاقيات دولية تمنع إجراء كهذا؟ أما الاثنين معا؟ هو الاثنين. أولا مصر موقعة على اتفاقات لمنع الازدواج الضريبي. الآن أنت تتحدث عن ضريبة. أضف إلى ذلك وكما سبق وقلت أن القضاء المصري حكم بعدم مشروعية مثل هذا الضرائب، بل وحكم بردها. يعني إذا حتى بدأنا نبحث عن صيغ جديدة لتلاشي هذه الأمور فالمصريين نفسهم لن يتقبلوه. يعني أنا لا أريد أن أذكر بعض مواطني بعض الدول التي يتم فرض عليهم ضرائب لا يذهبون إلى بلادهم حتى لا يضطروا إلى دفع مثل هذه الضرائب. يظل المغترب منهم مغترب في الخارج حتى لا يجبر على دفع ضريبة لا يريد. سيد عبد النبي، يعني ربما كانت هذه فرصة لأسألك ولعلك تكون متابعا، ما الذي تفعله السلطة الحالية فيما يخص التحصيل الضريبي خاصة لكبار رجال الأعمال؟ كان هناك عدد منهم في قائمة الأغنى في العالم من عائلة واحدة الآن. هل هناك إجراءات تتخذ للتحصيل الضريبي؟ يعني للأسف الشديد احنا يعني عندنا كل الأمور فيها قصور، ويعني هذا القصور ليس وليد المرحلة الحالية لكنه وليد مراحل كبيرة يعني فترات سابقة. لا يوجد عندنا جهاز كفء للتحصيل، لا يوجد عندنا جهاز كفء للمعلومات بحيث نستطيع أن نتعرف أو نحصر أرباح رجال الأعمال الموجودين. لا يوجد عندنا معلومات أو شفافية في هذه الأمور، ومن هنا كل هذه الأمور تعرقل كافة المحاولات من أجل رفع كفاءة تحصيل المستوى الضريبي. يعني يقال أن التهرب الضريبي يصل إلى حوالي 60 مليار جنيه، البعض يقول أنه 40 مليار جنيه. يعني في عدم وجود قاعدة يعني حقيقية للبيانات سواء 60 أو 40 مليار، يعني يعني هو مبلغ لا شك كبير جدا، والبلاد بحاجة إليه في حقيقة الأمر في هذه الظروف. شكرا لك من القاهرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب. نشدت حملة الحرية للجدعان كما يقال باللهجة المصرية النشطاء والمحامين وأهالي المعتقلين وكل المهتمين بشأن المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة، ناشدتهم المشاركة في حملة